ويطيح لك واش بدك كيماك ما يخلي فيك والو. شوفوا هذاك النيفو مي c'est à pleurer de cette Algérie qui va changer. Et c'est pour ça qu'il faut encourager les jeunes, il faut encourager la laïcité. العلمانية هي الحل للجزائر. ما كاش un autre système درك هذيك. Il n'y a pas un autre système. العلمانية أين حرية الفكر؟ أنا في الجزائر ماذا بيا في شهر رمضان أنا ما نصومش. في شهر رمضان جو مطابل في تيراس ونشرب. Il est où le problème? Est-ce que j'ai manqué de respect aux citoyens musulmans? Non. Alors, وينك؟ بلاد مسلم مقود ضربه ما تمدش الجزائر انت ما الجزائر اسمع ايه اسمع يا جان اسمع ايه وش جاب ربك هنا؟ روح للجزائر، روح عيش الدم، روح. Voilà, messieurs, dames, ils sont là. Une énième agression. J'ai eu agressé là parce que ce sont ces gens-là qui sont contre toute liberté d'expression. ما يعرفوش شنو هي لا ليبرتي، حرية التعبير ما يعرفوهاش. الألجيري مسكين لازم يتعلم ويشوف، الجزائري لازم يتعلم يتعايش مع كل الحساسيات. الجزائري لازم يتعلم يحترم الرأي الآخر. الجزائري لازم يتعلم باللي ماشي هو المحامي تاع ربي. الجزائري لازم يتعلم باللي هو إنسان عادي لازم يعيش في انسجام في المجتمع تاعو، في المجتمعات تاع العالم كامل. الجزائري لازم يتعلم باللي حرية التعبير هي أن كل واحد يقدر يعبر على واش يحب، بما أنه ما راهوش يظلم ولا يعتدي جسديا على أي واحد. الجزائري لازم يفهم باللي الاحترام لازم يكون متبادل. الجزائري لازم يتعلم باللي كي يكون في الساحة العمومية الحرية تاعو تحبس، ولا الحرية تاعو ما لازمش تتعدى على الحريات الأخرين. يعني سا ليبرتي ستاريت لا و كومونس لا ليبرتي دي زوطر. الجزائري لازم يتعلم باللي حنا لازم نتكلموا، لازم نعبروا، لازم نكونوا عاقلين بلا ما نروحوا للعنف، لأن العنف ما عنده العنف ما عنده وين يدينا. العنف العنف ماهوش حل. العنف هو لما يكون الإنسان ما عندوش ثقة في نفسه يجي العنف. يستعمل العنف الإنسان اللي ما يكونش عنده ثقة في نفسه. راك دير في الفتنة الإنسان راك دير في لازمو